بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي بيخسر للمره الثانيه على التوالي في بطوله السوبر الافريقي. المره دي غير اي مره، المره دي قدام نادي الزمالك. يعني مش هتنام، يعني مش هتبقى عايش في البلد. لو اتفرجت على الفيديو اللي فات بتاعي قول لي انت بتفهم كوره، قول لي انت بتفهم، قول لي انت اتكلمت على كولر والعك اللي هيعمله، قول لي انت اتكلمت ان طاهر هيبقى الورقه الرابحه لحسين الشحات. تخيل كده، قول لي كده، قول لي ان رضا سليم هينزل مش هيعمل حاجه. انا قلت لكم الكلام ده، انا قلت لكم على العك اللي كولر هيعمله. قول لي انت بتفهم كوره، قول لي ادخل كده اعمل لي لاف بعد اذنك معلش، وفي كومنت قول لي انت بتفهم كوره. يا عم انت اتكلمت في النقط دي والله، انا اتكلمت في الكلام ده وحصل النهارده. حصل النهارده. اول مره احس ان انا مش متضايق قوي بصراحه ان احنا نستحق الهزيمه. شئت ام ابيت، اهلاوي بقى اسماعيلاوي، الاهلي يستحق الهزيمه النهارده. ما تكلمنيش في كوره بقى، مفيش كوره. اللي حصل النهارده ده مش كوره خالص. بس لسه في ناس شايفه ان كولر جامد، لسه في اعلام شايف ان كولر